أنا سبت الشخص الوحيد اللي بحبه، مش عشان زهقت، بس عشان فقدت حاجة كنت فاكرة إنها هتخليني عبء عليه طول العمر. أنا كنت فاكرة إن أصعب حاجة ممكن تحصل إننا نفترق، بس الحقيقة إن في فراق بيكون مليان حب لدرجة إنه يوجع أكتر من الخيانة. أنا وهو كنا مع بعض بقالنا 2 سنين، حب بسيط هادي بس حقيقي جدا. كان دايما يقولي أنا شايف حياتي كلها معاكي، وكنا خلاص بنجهز نفسنا للجواز. كل حاجة كانت ماشية صح لحد اليوم اللي حياتي كلها وقفت فيه. كنت راجعة من الشغل وفجأة حصلت حادثة. لما فقت الدنيا كانت ضلمة. في الأول افتكرت إن ده مؤقت، لكن الأيام عدت والضلمة ما راحتش. الدكتور قالها بهدوء البصر مش هيرجع. الكلمة كانت تقيلة، بس اللي كان أتقل إني فكرت فيه هو. قلت لنفسي هيعيش إزاي مع واحدة مش شايفة؟ هيشيل همي ويتعب عشاني، حياته كلها هتتغير، وأنا ما كنتش عايزة أكون سبب في تعبه. فقررت أختفي من غير ما أقوله حاجة. قفلت كل حاجة، غيرت رقمي وبعدت، وهو كان بيدور عليا في كل حتة. عرفت من صحابي إنه كان بيسأل ويفضل واقف بالساعات، بس أنا كنت ساكتة. كنت بموت من جوايا، بس كنت فاكرة إني بعمل الصح. عدت شهور، حاولت أعيش حياتي الجديدة، لكن الحقيقة إني كنت عايشة بنص قلب. لحد ما في يوم كنت قاعدة في مكان هادي وسمعت صوت خطوات حد بيقرب. صوت غريب بس قلبي دق. فجأة سمعت صوته أنا عارف إنك هنا. ساعتها الدنيا كلها سكتت. حاولت أمشي لكنه وقفني وقال ليه عملتي كده؟ ما قدرتش أرد. فقال بصوت مكسور كنت فاكرة إني مش هعرف؟ كنت فاكرة إني هسيبك عشانك مش شايفة؟ ساعتها ما قدرتش أتمالك نفسي وقلت له وأنا بعيط أنا سبتك عشان بحبك، عشان ما تعيش حياة صعبة بسببي. سكت لحظة وبعدين قال بهدوء وانتي قررتي عني؟ قررتي إني مش هحبك كفاية؟ قرب مني ومسك إيدي وقال أنا ما كنتش بحب عينيكي، أنا كنت بحبك انتي. في اللحظة دي فهمت إن الحب الحقيقي مش بيتقاس بالكمال، بيتقاس بقد إيه حد مستعد يفضل حتى لو الدنيا كلها اتغيرت. وأنا كنت غلطانة لما فكرت إن بعدي هيحميه، لأن الحقيقة إني كنت بكسره وأنا فاكرة إني بحافظ عليه.